الغوالي شلونكم؟ ان شاء الله بخير وسلام وتكونون دائما يا رب باحسن حال. اليوم اني وصوصي جايين لون مارت لان راح تبدي المدارس. اريد اشتري له جنطه واشتري له مطاره زين حتى يروح للروضه، لانه المدارس ما باقي له تقريبا 10 ايام هيجي، فهاي اول مره راح يدخل روضه هنا بامريكا. خليكم تابعوا الفيديو للاخير. عن المدارس هنا والروضه هم يلبسون لبس خاص، شوفوهن حسب المدرسه شو تقول لكم، شو تجيبون، يا لون يا بنطلون. هذني مال المدرسه خاصات اللي صورتها لكم ذني، عرفتوا؟ مثلا خلينا نشوف هذا شو سعره. هنا يعني ما يتجاوز كله ال 14 دولار 15 دولار يعني زين. هذا هنا مثلا 9 ب4، هناك 12 4، يعني هي مال المدارس، واحتمال يكون عليه خصم اذا عندكم برنامج سناب اللي هو الفود ستام، يعني حلو شيء مميز. هنا قسم القرطاسية، طبعا الكتب الدفاتر الاقلام زين يابا. هاي شي مال السباحة، هاي هنا شوفوا لانش بوكس. هاي مطارة زين يابا. وهذا الكيفلكس كنا نسميه احنا بالعراق، ما اتذكر اسمه زين. عندنا نص صوت الولد لان سطرنا. وحبايب هاي كلها هنا قرطاسية وجنط. العودة إلى المدارس، باك تو سكول. هاي ملابس هم مال المدرسة. نشوف آشور يا رب يوفقه بالمدرسة. هاي أول مرة راح يداوم، خلص يعني عدى 4 سنوات. وهاي هنا الجنط مال المدرسة، أنواع وأشكال. وأسعار 28 دولار هاي الجنطة مثلا. أقلام بانزي خانة أبو قلام. وهاي يعني كتب، مسودات، مذكرات، حاسبة، كابسة. هنا الطفل كل شيء يهتمون به خاصة بالمدرسة، يعني حتى إذا أنت وضعك المادي تعبان كذا يسألون إنه يقدرون تصرفوا له مثلا أكل وجبات كذا هيك. حبايبي هنا إذا سألتوني يعني قبل يسألوني شلون سجلت ابنك في المدرسة، طبعا هنا ياخذون جميع الأوراق مالتكم مال الهجرة أو اللجوء، يعني كل آخر راتب لكم، جد الدخل مالكم، جد تستلمون بالشهر، هاي كلها يطلبوها من عندكم زين. ايجاركم بيش، اخر فاتوره دفعتوها، يعني هواي اجراءات زين. ف يطلبوها من عندكم، وعلى ضوءها راح يشوف تدفعون فلوس رسوم او ما تدفعون. طبعا معلومه مهمه، يطلبون من عندكم اللقاحات، لازم عندكم اللقاحات اللي اخذها بالعراق او بالاردن او بامريكا، كلها يطلبوها حتى يسجلوكم. طيب وبالنسبه للباص، هنا اكو باصات مجانيه، واكو انت توصله توديه وتجيبه حسب ما اعرف. هنا ما اعرفه لان ابني بعده بالروضه، فحسب الدخل مالكم انه هو يستاهل الباص يجي، يعني هم على القرب والبعد. فهاي كل هالامور بعدني ما اعرفها لانه هسه هو بالروضه. من راح يسجل بالمدرسه راح نعرف هاي التفاصيل كلها. طبعا حبايبي انا كلش فرحان لان ابني آشور راح يداوم، هاي وحده. الشغله الثانيه يعني هم خايف، اني خايف منين؟ يعني من الاندماج، من الاصدقاء، من اللغه، يعني هواي خايف صراحه. بس يعني فرحان بنفس الوقت لانه ابني راح يروح مدرسه الحمد لله، يعني روضه زين. فيعني انا خايف من الاندماج ويا الاصدقاء يعني اللي شو اقول لكم، اللي احنا بعيدين عنهم زين. فتعرفون هاي مدرسه يصاحب اي واحد يشوفه يجوز يعجبه، يشاق وياه، يضحك كذا زين.
فبس من هاي الشغله متخوف، الباقي كله ايزي. فان شاء الله يا رب يكتب لنا اصدقاء زينين لابني حتى ما يتعبوه ما يعلموه على شغلات حلوه. جاي اهم شيء احنا تعبنا عليه اشهر كلش هواي بالاردن وهنا، فمنتظرين ما نعرف الزمن. طبعا حبايب مثل ما تعرفون يعني الطفل بالبيت يختلف، احنا تعاملنا وياه كتربيه كتعليم يختلف عن المدرسه. المدرسه راح يختلط ويا اصدقاء هواي ويا ناس زين. فيعني هاي كلها ما اعتبرها مخاوف اني، بس يعني تجارب راح يجرب غير ناس يعني يحكي وياهم، راح يشوفوه اكثر من ما احنا نشوفه. فيعني انا كلش راح اشتاق له يعني ويعني شو اقول لكم انه يعني متحمس انه اشوفه هو يقعد الصبح ويروح للروضه يعني برغم هذا الحار ويتمشى زين. فاتذكر انه احنا من كنا قبل هيجي زين، يعني كانت المدرسه مالتنا كلش بعيده ببغداد نتمشى عليها، و يعني كان الوضع مو زين زين. كانت ما اعرف بيا سنه يمكن 93 92 هيجي دخلت اول مدرسه زين. كانت مدرسه يمكن مليون طالب ما ادري ايش قد زين. عديناها الحمد لله والشكر. اي حبايبي، فيعني راح يكون بعيد عن الموبايل والانترنت، لان هو دائما يقعد يلزم الايباد مالته ويلعب دائما، يباوع كرتون وكذا يوتيوب زين. يعني كلها اختلافات راح يختلف عليه الجو الوضع، كل شيء راح يختلف عليه. يعني انا كلش يعني مقهور عليه بصراحه زين. وين مدلل الاكل يجي للحلق ونوكله ونشربه زين. والشغله الاخرى انه تعرفون يعني اطفال يعني واحد يتنمر على الثاني، ممكن يشوفوه يحكي عربي مرات يعني يجرحوه بكلمه. فيعني هاي كلها توقعوها، خاصه بالمنطقه اللي انا بيها ما عندنا جاليه عربيه، لكن اكو جاليه شويه يعني تتنمر على اي واحد زين، على ابوهم وهم يتنمروا. فاني بس تخلص الروضه مالته افلت فلت من هاي يا حبايبي. فيعني انا يعني عندي امل انه اشور راح يصير شيء يعني ان شاء الله بالمستقبل. فما اريد افرض على ابني شنو يصير الان، لكن اريد اوفر له الفرصه اللي يمكن احنا ما حصلنا عليها بالعراق والاردن زين. فاهم شيء يعني هو يكون راضي بالشيء اللي يريده زين. وبالنسبه لاختلافات الثقافات يعني هاي جدا مهمه. يعني ابنك راح يعيش بين ثقافه البيت ثقافه المجتمع الامريكي او الجاليات الغير، وشلون تساعده انت مثلا ياخذ الاشياء الايجابيه من الاثنين. حبايبي انا ركزت طبعا على اختيار الاصدقاء. يعني مو كل طفل يتعرف عليه لازم يكون صديق له او قريب له زين. هنا يجي دور الاهل، يعني لازم نتابع احنا نحكي وياه نقول له انت لمن صادقيت وياه من حكيت زين. يعني بدون ما تسيطر عليه 100% تضغط عليه، لانه بعد هناك راح ياخذ حريته اكثر من البيت، يطلع ويطب ويحكي فهنا لازم تسأله انت اسئله. طبعا بالمناسبه حتى المدرسين راح يسالوه يقولوا له ابوك وامك مثلا ايش يحكون وياك، يضربوك ما يضربوك، يعني هاي اهم شيء عندهم هاي هم. فانتم هنا ديروا بالكم، هاي مرحله جدا مهمه للطفل، هاي راح تهيئه انه عقله راح يكبر اكثر، راح يعرف المن يعاشر، راح يسالوه اسئله هو متوقعها. فالطفل يعني على لاهيته راح يجاوب اجوبه حقيقيه، فهم يثقون بالطفل كلش. فالله يخلي اطفالكم ودير بالكم من هذا الشيء، انه لا تخافون على اطفالكم وهنا كلش امان. بس خافوا من الاصدقاء اللي غير جيدين اللي ممكن يصادقهم بالمدرسه. هذا مو شيء سلبي، هذا شيء واقعي موجود يعني. فانتوا ديروا بالكم من هذا المجتمعات التعبانه. You are ready for school؟ اي يقول يجاوبني عربي.
هسه قبل لا تبدا الروضه جينا بارك حتى خطيت شويه اللعبه، لانه بعد راح ينحصر ما عندنا مجال. فهنا دوام كلش طويل يعني، اوديه بالسبعه يرجع لنا بالاربعه او بالخمسه ما متاكد، بس يعني الدوام طويل راح يتعب، يرجع يهلك ينام، بعد ما يقدر يطلع يعني يروح بارك او كذا. فنستغل هالكم يوم هاي اوديه بارك شويه يلعب، وراها اسلم لي بعد مدرسه بيت. طبعا هذا البارك هاي اول مره نجي يعني مو واو. اكو هناك كراسي وموزة، واكو هناك هم حديقه بعدنا مش شايفين. والله يعني تقريبا باركات هيوستن كلها رحناها احنا. هاي الساعة حلوة. يعني اي تقريبا باركات هيوستن كلها رحت لها يعني. يعني بيها هذا الميموريال هذا احلى شيء تقريبا، يعني كبير كلش وبيه مساحات واسعة للعب. الباقيات عادية يعني صغيرة. شوفوا هاي شجرة الورقة مالتها نفس الورقة العنب، جد حلوة. هاي اسمها القيقب على ما اعتقد طبعا، يعني شوفوا نفس الورقة مال علم كندا تشبه. هذا هو البارك حبايبي، حاطين هناك مراوح حلو. بارك صغير بس حتى شوية جهال يلعبون خطية، لأنه يعني ملوا من البيت شوية ملل، يعني تعرفون انتم خاصة الجو حار، واحد وين يروح بس العصرية يطلع شوية يشي ساعة ساعة ونص يتعبون ويرجعون ينامون. حجية قاعدة تلعب رياضة. لا والله يا حجي أنا حجي. هاي هنا مي حلو رذاذ. رائع. بس شوفوا هاي السمينة جد حلوة. فيديو شنو عسل. حبايبي حكيت لكم اني على المدرسة بصورة عامة، يعني هي من يصير عمره 4 سنوات، يعني يعبر 4 سنوات، 4 وشهرين 4 و3 اشهر، خلص لازم يدخل هنا الروضة اللي هي احنا نسميها بالعراق تمهيدي يمكن. زين يعني يتهيأ للمدرسة انه راح يتعلم، اذا هو مثلا عربي يتعلم اللغة اكثر. وطبعا هنا لا تخافون على الطفل يتعلم 100% انجليزي يعني، بس اللي يعني اللي دارس في العراق مثلا 10 سنوات 12 سنة لا راح يعاني شوية من اللغة، وبعدين راح يتعلم لأنه صغير يحفظ ما يفكر، يعني يفكر بالعائلة بالشغل بالكذا، ليه ما عنده شيء يفكر به. فالطفل اوريدي راح يتعلم، بس يعني افضل انه لا ينسى اللغة مالته العربية. انا احكي انه لان تخدمه بعدين مثلا اذا تخرج كذا يقدر يروح مترجم مثلا بسفاره فلانيه، او مترجم في مجتمع منظمه جمعيه، هاي هم بيها شغل يستفاد بيها. فاكو هواي ناس هنا ناس ما يعرفون انجليزي يعني صار اعرف ناس صار لهم 30 سنه، والله 31 سنه ولد عراقي، يعني رجل كبير هو ما يعرف كلمه انجليزي، مقضيها يس ونو. زين مرات نحكي انا عاطفه نقول له ليش ما تعرف انجليزي انت يا اخي؟ زين يقول يا معود ما لي واسطه اتعلم. قلت له انت جيت شابي هنا يعني؟ يقول لي والله ما احب اتعلم انجليزي انا، يعني هو باقي على عاداته على تقاليده، يعني ما يحب يتطور نفسه هو يعني. حتى الجنسيه توقعوا هسه اخذها هاي السنه اللي راحت، جاي من التسعينات ولحد الان هسه يلا اخذني. فاكو ناس يعني عندها قابليه انه ما يحب يتعلم، ما يحب يطور نفسه، يعني مو مشكله بيه، بس يعني هو هيك يحب يبقى مثل ما هو يعني. يعني حتى اذا تشوفون مثلا اكو هنا ناس مثلا لبسهم مثل مال العراق نفسه، لابس دشداشه وشحاطه ويمشي عادي، مو عيب هنا، مو عيب يعني عادي، عاداتي وتقاليدي. حتى بعض الجاليات يعني نفس لبسهم اللي بلده، ونفس شو اسمه يعني عادي لحيه طويله وكذا، ماكو اي مشكله، ما حد يحكي يا قناع. طبعا اكو شغله هم جدا مهمه يعني بالنسبه للمدرسه للطفل، هنا لازم المدرسه تتواصل وياكم، او اذا هي ما تواصلت انتم تواصلوا وياها، هي راح تعطيكم الرقم مالتها
والايميل مالتها تدزوا لها ايميل وتسالون المدرس او المدرسه عن سلوك الطفل، هل هو شاطر يتجاوب ما يخاف، لان يجوز اول اسبوع يقوم يخاف، يعني راح يشوف بيئه جديده، شنو هاي اطفال هواي امي وابويا ماكو. زين خاصه اللي يعني عابر ل4 سنوات وعفوا ما يعرف يروح الحمام، يعني مثلا لحد الان يسوي على الحفاضه، اكو هواي امور، فهاي لازم تهيئون الولد. المعلمه طبعا هنا ما لها علاقه، ما تودي للحمام وتجيبه مستحيل، فيعني لازم تعلمون اولادكم هذا الشيء بالبدايه. كل شيء بالبدايه صعب، اي شيء تبدي حياتك انت بدايتها تكون صعبه، وراها تتعلم خلص، يعني يصير روتين. اروح المدرسه يا حبايبي، اللي يعجبني بامريكا انه الموضوع ما يوقف بس على الروضه والمدرسه، يعني الطفل من يدخل الروضه هنا زين مجرد بدايه طريق طويل كلش يعني، وبعد ابتدائي يروح ميدل سكول، بعدين هاي سكول، زين يدخل جامعه، زين وراها يقرر انه يتعلم مهنه يكمل كذا، زين. والجامعه بامريكا طبعا بالمناسبه مو مجانيه، يعني اكو جامعات مكلفه جدا مكلفه، فيعني الاب يعني والام لازم يشتغلون يلا يقدرون يوفون الفلوس هاي. طبعا هي بيها قروض همين، وممكن يعني لازم انه هو يشتغل بالفتره يعني بالعطله، لازم يشتغل حتى يقدر يشتري مثلا مستلزمات الكليه، يعني ملابس الى هنا. الشاب بيعتمد على نفسه، يعني نادرا اشوف اهل يساعدون بالمناسبه، نادرا، لان هو الطفل هنا يكبر هو يعتمد على نفسه ويروح يشتغل، يعني يكون نفسه يجهز نفسه للجامعه الكليه، زين وراها يقدر هو يدفع كتكاليف الجامعه الكليه، زين. ولهذا قلت لكم انه يعني واحد يفكر مستقبل ابنه احسن. بالمناسبه اكو منح ومساعدات ماليه للطلاب المؤهلين، واكو كوميونتي كولج، هاي يكون عاده ارخص من الجامعه، يعني الطالب ممكن يبدا بيها وبعدين يقدر ينتقل للجامعه. واحب احكي عن فكره مهمه همين، يعني مو شرط ابني انا يصير دكتور او محامي او مهندس حتى يعني اعتبره ناجح، لا، ما لها داعي اصلا. زين بامريكا اكو طرق هواي، يعني مثلا كهربائي، ميكانيكي، هاي كلها بيها فلوس، محامي يعني بيها فلوس يعني قويه، زين تكييف وتبريد، برمجه، تمريض، كلها هاي بيها فلوس قويه هنا بامريكا، يعني ساعاتها كلش عاليه، زين. حتى المهن يعني الطباخ، النجار، كلها يعني كلها بيها فلوس حلوه. فواحد المهم بس يجتهد وراها الطريق ينفتح إليه. حبايبي هنا قبل علموا ابنكم على الشيء الصحيح، مو يعني انتوا اللي تربيتوا عليه بالشرق الاوسط. يمكن قبل احنا مثلا كنا نفلت من المدرسه نروح نلعب بلياردو، فيشه، بلاي ستيشن، زين. هنا ماكو هذا الشيء، اذا غاب خابرون ابوه لو امه، ها وين ابنكم، زين. ماكو شيء هنا، افلت ولعب بلاي وكذا، زين. هنا الحياه سريعه تمشي بسرعه مثل ما قلت في الفيديو السابق، زين. يمكن اليوم اشوفه طفل صغير جنطه على ظهره، زين، وبعدين يدخل يعني احنا عندنا متوسطه زين تمشي بسرعه الايام. هنا بعد كم سنه اشوفه ثانويه، يمكن اليوم من الايام اوصله جامعه. لهذا التربيه والتعليم من هسه يعني مهمه جدا، فتفائلوا خير دائما. هذا بلد زين كل الزين، يعني الحمد لله انه وصلنا هنا، واحنا ما شفنا شيء ببلدنا، يعني ما وصلنا دراسه يعني حرب ما حرب، فهنا بلد مستقر الحمد لله والشكر. اتمنى لابني واولادكم يا رب ان شاء الله تشوفوهم باعلى المراتب ويقرون ويدرسون، يتعبوا عليهم حتى هم يصيرون شيء بالمستقبل. تحياتي لكم حبايبي، مع السلامه.